السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا، يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. النهاردة احنا عندنا فيديو من الصبح بدري. شايفين لسه الشمس ما طلعتش، كان الجو يدوب بدأ ينور كده. طبعا يومنا احنا بنبدأ دايما كده ان احنا اول حاجة نعملها ان احنا لو عندنا حليب يعني نحلب الأول. فأول حاجة كمان بيكون الصلاة يا جماعة، أول حاجة بتكون الصلاة. أنا بكلمكم على أول حاجة من ناحية الشغل. فاحنا بنبدأ أول حاجة نقوم من النوم بدري نصلي، ولازم نصلي قبل الشمس تطلع عشان تتحسب لنا صلاة فجر كده، يعني صلاة الفجر كده. لو ما لحقناش نصلي الفجر حاضر، يبقى نصلي قبل الشمس ما تطلع، يعني قبل الشمس ما تشرق كده عشان تبقى صلاة صبح. فبعد الصلاة كده بسم الله ما شاء الله جدا، قلت اقوم احلب بقى عشان اعمل الشاي. طبعا هنعمل شاي بلبن، وهنعمل ان شاء الله احلى فيديو مع بعضنا النهارده. فيديو كده ما شاء الله هيعجبكم جدا جدا، فيديو كده ريفي وبسيط وبصوا وجميل ومريح وراحه نفسيه كده. وهنعمل مع بعضنا فطار، وهتشوفوا الفطار وهتشوفوا يعني يومنا من الاول كده. فبس خليكم معايا بس لاخر الفيديو عشان الفيديو يقترح والفيديو يتشاف، وان شاء الله باذن الله برضه هتستمتعوا في الفيديو باذن الله. فاهم حاجه قبل كل حاجه، ما تنسوش ام محمد الاعجاب، واللي بيشوف قناتنا لاول مره يشترك لنا فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل علشان اي جديد احنا ننزله يوصل على طول. احنا قناتنا قناه ريفيه ومحتوانا ريفي، اي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفيه، بتتكلم عن حياه اهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين، وشغلهم على الكانون والفرن الطين والحياه البسيطه الطبيعيه، حياه اهل زمان اللي كلها رضا. عايزه اشكر الناس دخلت جديد والناس اللي معايا من زمان، وبقول لكم انتوا كلكم عروسي من فوق، شرفتوني ونورتوني. بشكر اي حد بيعمل لي اعجاب، اي حد بيكتب لي كومنت حلو يشجعني بيه، بقول لكم الف شكر. فبصوا بقى جينا هنا كده، قلت لما ابدا معاكم ما حلبتش معاكم من زمان، ولا يعني ما عملتش الروتين بتاع البدريه دي من زمان. طبعا انا شغاله على طول، ما فيش حد يعني بيسيب مصلحته ولا حاجه، احنا شغالين في المصلحه هي على طول كل يوم نفس الروتين اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى كل يوم. بس انا طبعا ساعات اصور وساعات ما اصورش، فالحلاوه ده انا ما صورتش معاكم من زمان بقالي فتره يعني. فقلت نخليها روتين في البدريه كده، يعني روتين الصبح بدري كده. عملنا معاكم روتينات في الغداء وروتينات في اخر النهار وحاجات كتيره. فقلنا نعمل روتين البدريه، ما عملناش من زمان، فقلت اعمل معاكم ده روتين البدريه. يا رب يعجبكم، يا رب يكون دايما عند حسن ظنكم، ويكون فيديوهاتنا بتعجبكم، ويكون دايما كده عند حسن ظنكم. فبصوا جيت هنا بقى سبت كده العجل على امها عشان ابدا اخد، لان هي ما بتخلينيش احلب واحده من غير ابنها ابدا، يعني ما تقدرش تخليني ان انا احلب ابدا من غير ابنها. لازم هو بقى بيرضع وانا بحلب، هو بيرضع جنب يعني جنب وانا بحلب جنب، فاهمني؟ فبحلب كده جنب يعني، وبعدين بقى باخد اللبن ورايا، وان شاء الله نروح نعمل الشاي ونعمل الفطار مع بعضينا باذن الله. الفيديو يعجبكم جدا جدا، بس تعملوا لايكات كتير يا جماعه عشان الفيديو يتشاف وفيديوهاتنا ومحتوانا يقترح، لان المحتوى بتاعنا والله متعوب عليه جدا جدا. وطبعا لما المحتوى يقترح والقناه تتشاف هنستمر معاكم وهنفضل موجودين كده، يعني مش هيجيلنا احباط ولا حاجه، فهنفضل موجودين معاكم. فانتوا شجعونا بس كده، ولا عند جروب عند اصحابي شيرنا الفيديوهات علشان فيديوهاتنا تتشاف. فطبعا انا قلت بقى اقوم احلب البقر، ابدا معاكم. جبت الستاند حطيتها كده، مفيش حد بيصورني، الستاند حطيت الستاند كده، ورحت حاطه بقى رحت حاطه عليه التليفون، وقلت نبدا بقى ونستعين بالله من الشيطان الرجيم، ونبدا الشغل بتاعنا اللي هو كل يوم. يعني دي حياتنا اليوميه يا جماعه، دي الحياه اليوميه اللي احنا بنبدا بيها على طول الصبح بعد الصلاه مباشره. دي الحياه اليوميه بالنسبه للست الريفيه والحياه الريفيه يعني. اذا كانت بقى عندها مواشي، ما طبعا في برضو ناس عايشين في الريف بس ما عندهمش مواشي يعني، بس برضو بيبقى عندهم ارض، وفي ناس برضو ما عندهمش ارض ولا مواشي بس برضو بيبقوا عايشين في الريف وعارفين الحياه الريفيه. فدي الحياه الريفيه، والحياه اللي هي حياه الست الريفيه اللي بيبقى عندهم مواشي والحاجات دي. فربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب، ويطعمنا ويطعمكم بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. فانا لما كنت خلصت خدت اللبن، انا ما اقدرش اسيب بقى اللبن في الارض ولو ثواني علشان الفراخ هتيجوا شايفين عايزين اي حاجه في الارض يجروا عليها، اي حاجه يعني انا حطاها كده يجروا عليها، يفكروا بقى ان حاجه تتاكل حاجه تتشرب فبيجروا عليها. فقلت لازم ان انا بورد على البهيم الصبح بدري، يعني بورد عليه تبرد عليه يعني يا ام محمد، يعني بعرض عليه له ميه اشوف هيشرب ولا مش هيشرب، لان احنا بنبقى زينا لما بيجي من الغيط كده، فاحنا بنسقي البهيم كده والمواشي يعني بنسقيهم لما يجي من الغيط. فبرضه الصبح بدري زي كده نعرض عليهم الميه، احنا بنقول نورد الميه.
فنجيب اللوميه كده، اللي عايز يشرب يشرب واللي مش عايز يشرب بنحوش الجردل تاني. طبعا انا جبت اللوميه مفيش اي حاجه فيهم شربت خالص، مفيش حد مفيش حد رضي يشرب. انا جيت هنا خدت العجل ربطته، كنت سايبه الجردل تحت الحنفيه، دخلت اللبن الاول والمطبخ جوه وغطيته، وجيت بقى قلت ايه راح اربط العجل واسقيهم، اورد عليهم ميه ولا او اسقيهم يعني، اشوفهم يعني عايزين يشربوا ولا لا. فهم طبعا ما رضوش يشربوا، مفيش حد رضي يشرب. بس على العجل بس، العجل الصغير هو اللي شرب شويه كده، حوالي نحاستين كده او كوبايتين ميه بالكبيره يعني، بس كده يعني حوالي لترين ميه بس كده. العجل شربوا من العجل الصغير، اما البقرات ما رضوش يشربوا نهائي خالص يعني، مفيش حد فيهم شرب. فعملت اللي عليا يعني، المفروض ان انا اعمله كل يوم. برضو المفروض ان انا برضو مهما يكون لازم الجو حر بالليل، خاصة في الصيف. لا في الشتاء ممكن ما نوردش على البهام الصبح بدري، ممكن نطلع على طول على الفطار على طول. هنا كنت خلصت وطالعه كده، جيت هنا بقى المطبخ. طبعا انتوا شايفين المطبخ لما بيبقى مكنوس في الصبح وفي اخر النهار، طبعا انا كنت كنساه في اخر النهار ولسه باجي ايه، ما فيش حاجه فيه يعني، ما فيش حاجه وسخت ولا كده ولا طيور جت فيه ولا اي حاجه، لان احنا في الصبح بدري قمت تلاقوه نظيف. شايفين؟ فانا بكنسه كده ويعني هو نضيف. قلت اكنس المكان اللي هقعد فيه، لان انا هقعد دلوقتي بقى ايه، اخرط بطاطس علشان نقلي بطاطس ونعمل بقى الفطار، ونعمل شاي بلبن ونعمل فطار يعني ايه، اللي هو الفطار يعني اللي احنا ايه هنفطر يعني. ف فبصوا جيت بقى جبت المجشه الليف اللي انتوا عارفينها، وكنست المكان، كان حلو المكان انتوا عارفين اهو. دايما بكنسه معاكم على طول، وده المطبخ اللي انا دايما بعمل فيه روتين معاكم على طول. فرشت الحصيره الصغيره دي، وقلت بقى اجيب السكين والبطاطس واقعد اخرط شويه بطاطس كده عشان اقليهم، ونعمل الشاي يعني وجنبين على البوتاجاز كده. فاحنا هنفطر بطاطس مقليه، وعملت وسلقت بيض و... وطلعت مخلل، حط مخلل يعني. فما شاء الله يعني كان فطار جميل جدا جدا يعني. واحمد برضه هو جاي من الغيط، لان احمد كان في الغيط، راح الصبح بدري جاب معاه طعميه. فاحمد جاب طعميه وانا عملت بطاطس مقليه، وعملت ايه وعملت وسلقت بيض، عملت بطاطس مقليه وسلقت بيض وطلعت مخلل يعني. كان فطار بسم الله ما شاء الله. عملنا بقى شاي بلبن، وحطيت برضو جنبيه كحك، عشان احنا عندنا كحك بقى من كحك العيد. فطلعت كحك برضو ايه جنب كل ده، بحب ان انا اصلا انا بحب ان انا اشرب الشاي بلبن بكحك ولما الكحك بيخلص بزعل عليه جدا يعني. انا ماليش ان انا يعني مش بقدر ان انا اقوم من النوم اكل مثلا بطاطس مقليه والحاجات دي كلها، انا مش هقدر اكلها. فانا قلت اعمل لهم هم يعني. وعبد الرحمن بيحب البيض، فانا سلكت له بيض. عبد الرحمن برضو كل هو واحمد كلوا بيض برضو، مش ربنا بألف هنا والشفا. فكلوا ايه بيض هما الاثنين، وكلوا برضو بطاطس مقليه. وبرضو عبد الرحمن بيحب البطاطس مقليه جدا يعني، شوفوا يموت في البطاطس مقليه، بس بيفضل البيض اكتر. فعملت من دي ومن دي، وقلت يعني ايه دي جنب دي والحال يمشي. انا بقى ما ماليش في كده، انا احب الكحك مع حاجه. لما يكون ما فيش كحك ولا حاجه افطر بيها، فانا بقول ايه، فانا اللي بلقاه قدامي بفطر بيه. بس الكحك يعني بيكون مفضل ان انا ايه افطر بيه يعني ايه مع الشاي واللبن. فهنا بقى جبت البطاطس كده بقشرها، وجبت شويه ميه عشان انا بحب اقشر البطاطس يعني. بعد ما اقشر البطاطس كده واخرطها، احب اخرطها في ميه علشان شكلها ما يغيرش. احب اخرط البطاطس كده في ميه، وبعد كده ارش عليهم شويه ملح، وبعدين بقى ان انا ايه ابدا اقلي البطاطس. فزي ما انتم شايفين كده، الفيديو بتاعنا هو بس كان روتين البدرية بس يعني ايه الحلابة والفطار. ما عملتش معاكم حاجات كتيرة تاني يعني، مش زي الروتين اللي بيتعمل على الساعة 10 كده، اللي هو بيبقى ايه بنكنس وندعك مواعين ونفطر الطيور ونعمل غدا والحاجات دي كلها. فده الروتين بتاع انت عارفين روتين الصبح بيكون خفيف يعني، هو عمل الفطار والحلابة بس وخلاص. روتين البدرية دي بيكون خفيف. بس لو كان في الشتاء بقى بيبقى في تلويصة بتاع مواشي يعني، بنكنس مكان المواشي ونترب مكان المواشي وكده يعني. اما في الصيف يعني كل كام يوم لما نكنس المواشي، مش بيلوث كتير، مش بيعمل تلوثة كتيرة، فكل كام يوم لما نكنس. فالتلوثة بتكون زايدة في الجو البارد، في السقعة، لما المواشي ياكل برسيم طري، الربيع الطري يعني احنا بنقول عليه ربيع. فلما المواشي ياكل ربيع كده طري بيلوث اكتر يعني. لازم كل يوم بدري ان احنا نلم اللصه كده ونحوشها ونفرش تراب يعني، نطلع البهايم كده نكنس مكانه، وبعدين نفرش تراب عشان المكان ينشف ويبقى حلو. ففي الصيف بيكون خفيف شويه يعني، الشغل بيكون خفيف شويه لان ما فيش تلوثه كتيره يعني الا كل كام يوم.
كل كام يوم كده لما نكنس نلقاهم يا دوبك لوصوا يعني. فانا جبت البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، وقعدت اشرخ البطاطس كده، بعملها خرطة رفنعة خالص، بعملها شرطان رفنعة خالص، بتبقى حلوة جوه في الجلية، بتبقى حلوة وبتنشف كده في الجلية وبتبقى حلوة. فقعدت كده قلت اجمع اقطع البطاطس كده وانا قاعدة، وحاطط التليفون برضو على ستاند. ولما تكوني بقى عامله مصالحك في اخر النهار، اليوم اللي قبليه بتلقي كل حاجه نظيفه، تلقي الطباق نظيفه، تلقي الطاسه اللي هتقلي فيها نظيفه، تلقي بصي بتبقي مرتاحه نفسيا خالص. تاني يوم الصبح بتقومي كده الصبح بدري، بتلاقي كل حاجه انت منظفاها، الارض انت منظفاها، البوتاجاز انت منظفاه، المواعين انت منظفاها. فلما تخلصي حاجتك اليوم اللي قبليه، فاليوم التاني بتقومي كده وانت عندك راحه نفسيه كده. اما لو بنكوم المواعين او الشغل بتاع اليوم اللي قبل نقول نعمله بكره الصبح، بنتعب جدا يعني، بيكون متعب. شوف الشغل المستديم اليومي بيجي عليه كمان شغل اليوم اللي قبليه، فبيبقى متعب. فاحلى حاجه ان احنا نعملها ان احنا نعمل ايه، ان احنا نخلص شغل اليوم قبل اليوم ما يخلص يعني. اي حاجه عندنا احنا مثلا شويه طباق عايزين يتغسلوا، كوبايات، مكان عايز يتكنس كده، فاحنا نخلص كل شغلنا اللي هو بتاع اليوم قبل اليوم التاني يعني، ما نصبح نلقى الدنيا مقاومة علينا. فالحمد لله يا رب، لما انا جيت المطبخ وشفت لما انا كنست المكان اللي هقعد فيه كان نظيف. الصحان بجيبها كده او الطباق يعني بجيبها كده نظيفة. اي حاجة بستعملها الصبح بلقاها نظيفة، العدة بتاعت الشاي، الكوبايات والكنكة والبراد وكل حاجة هي نظيفة ومكفية. فطبعا بصبح القاها كده نظيفة، مصمصها بس كده مصمصة الحنفية وابدأ اشتغل فيها على طول. فبيبقى مش متعب زي لما تكوني مكومه المواعين على بعضيها، مكومه الحاجه بتاع اليوم اللي قبليه، فانت واقفه في المطبخ كده تاني يوم الصبح كده بتتلفتي كده مش عارفه تعملي ايه ولا تعملي ايه، مش عارفه تبداي منين ولا تبداي منين. فطبعا بنبدا نعمل الفطار كده. احنا بتاعت بقى الفطار لما اكون يعني مش مكسله كده، ممكن ان انا اعجن واعمل فطار كده سخن يعني الصبح بدري. برضو ممكن اعمل ارغفه، ممكن اعمل المدهون، السميد المدهون اللي عملت كتير على القناه قبل كده يعني. نعمل السميد كده وندهنه بالسمنه، بيبقى حلو سخن في الصبح، بس يعني بيكون مفضل اكتر في الشتاء، لان في الصيف مش مفضل ان احنا ناكل مدهون وكده. فخرطت البطاطس زي ما انتم شايفين كده. كنت بعت عبد الرحمن لما قمت كده وجيت، كنت بعت عبد الرحمن يجيب العيش، قمت اطلع عليه جيت جاي يعني، جيت جايب العيش راح جاب العيش وجه، ربنا يخليه يا رب. قمت من النوم بدري عشان يجيب العيش، فجاب العيش وجه بقى احش العيش ونقلي بقى شويه بطاطس وتشوف معانا الفطار. بسم الله ما شاء الله، الفطار يعني كان حلو جدا جدا. يعني الفطار عجبهم وكان حلو. الفطار لما بتشكليه كده بيفتح النفس، لان اساسا بيبقى احنا جايين من النوم مش قادرين ناكل، اي حد بيبقى صاحي من النوم مش قادر ياكل، فانت تعمل تحط شويه مخلل، شويه سلطه، مش عارفه ايه، تعملي تشكيله كده على الفطار، فبتخلي الايه تفتحي نفسهم يعني على الاكل، تفتحي نفسهم. فاحنا بنعمل تشكيله كده عشان اللي مش قادر ياكل يبدا ياكل. اللي هو رحمه هنا كان بيقول انا عايز بيض، اعمل له بيض، فسلكت كده 3 بيضات كده في الكنكه، قلت ياكل بقى، كان هو ياكل واحمد ياكل. هو ما قدرش ياكل الا هي بيضه، وكان له شرختين بطاطس وخلاص، واحمد بالهنا والشفا يعني كلت الباقي. فهنا بقى هنا زي ما انتم شايفين كده، كنت جبت العده عشان انا ما كنت ولحت الوقت ده، كنت ولحت على اللبن والشعر بتجهز، بس الستاند ما كانش جايب بقى لفوق وكده، ما كانش جايب يعني البوتاجاز من فوق كده يعني، كنت حاطه الستاند ومش واخده بالي هو بيصور كيف. فبص ده الفطار اهو، بسم الله ما شاء الله كده، مخلل والشاي اهو واللبن والعيش والبطاطس المقليه. وهناك عبد الرحمن هناك جنبي اهو بيقشر بيض قشر في الصحن اهو، وبياكل بيض. وانا كنت حاطه كحك برضه، ان انا بحب الكحك اهو بيقول لكم اوعى تنسوا اللايك وانا هنا كنت حاطه كحك، لان انا بحب الكحك في الفطار جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون محتوانا بيعجبكم، ونكون دايما كده عند حسن ظنكم، بنقدر نقدم لكم معلومه حلوه تستفيدوا منها، ويكون فيديوهاتنا ممتعه كده وبتحبوها. بسم الله ما شاء الله، شايفين دي المخلل والبطاطس يا جماعه والعيش يعني ما شاء الله، فطار كان حلو جدا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ما تنسوناش بقى يا جماعه بالاعجابات الكتيره ولا اللايكات الكتيره، وعملنا اشتراكات وشاهدوا لنا كده الفيديو للاخر عشان فيديوهاتنا تقترح. ويا رب الفيديو انت بتعجبكم، وكن دايما كده عند حسن ظنكم. كده كنت بصب الشاي عشان عبد الرحمن يشرب، هنا كان اهو عشان يشرب يعني الشاي بلبن. بنحط بقى نصب اللبن الاول في الكوبايه، وبعدين نصب عليه الشاي الاحمر.
بسم الله ما شاء الله. فطار كان حلو جدا، وده كان الفيديو بتاعنا اهو. يا رب يكون عجبكم ونكون امتعناكم، ودايما كده عند حسن ظنكم، ونعرف نقدم لكم معلومه واحد تستفيدوا منها، وبنقدر نخليكم تعيشوا معانا الجو الريفي وحياه جداتنا زمان، وتستمتعوا كده بمحتوانا، ويكون محتوانا دايما بيعجبكم. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.